على خير. شيرين رجعت لحسام حبيب، يخرب بيت ام شيرين، لبيت ام حسام حبيب، لبيت ام عمرو اديب. عايز حاجه تانية يالا؟ ربنا يستر على البلد. أشعل ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل مجددا حول عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، وأنهما أزالا الخلافات بينهما والقلوب تصافت مرة أخرى. المحامي قنطوش كتب في بيان صحفي أنه تدخل كثيرا لحمايتها من العودة لشخص حول حياتها إلى جحيم، وأن القضايا ضده ما زالت قائمة أصلا. وربما ما أشعل الموضوع أنه ناشد السلطات لمنع العودة، وطالب أيضا وزارة الثقافة بانتداب لجنة طبية لمتابعة حالة شيرين الصحية وإبعادها عن أشخاص يهدفون إلى تدميرها صحيا ونفسيا كما وصفهم. ياسر قنطوش في بيانه أعلن انتهاء دوره كمستشار قانوني لشيرين عبد الوهاب، وهو أيضا ما فعلته شيرين، وهددت بمقاضاة من يروج لأخبار كاذبة على حد تعبيرها. من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل إن حضرتك مش المحامي بتاعي، ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة أو وحشة أو هزار أو نكتة أو أي حاجة هتتحسب عليها. في بيان هينزل، اوكي، الناس كلها هتعرفه. ممنوع خلاص تعمل لي بقى بكره مؤتمر صحفي وتطلع تتكلم عن شيرين عبد الوهاب، اي حاجه هتتحسب عليك. ممكن مش عشان حاجه، اقسم بالله بحبها، مش قادر اقول لك بحبها قد ايه. بس هل انا لو رجعت للشين مش هبقى خايف منها؟ اللي خايف من حد هيعرف يرتاح جنبه؟ انا كنت بلمس شيرين كده انام، كنت اقوم من النوم ما الاقيهاش اجري زي العيال الصغيره ادور عليها. ده هيحصل؟ فاذا اللي حصل انا اتحرمت منه خلاص، هي حرمتني منه، مبقاش بمزاجي، وانا مش عايزها ترجع، انا عايزها تعيش وتتبسط وتضحك وتنجح، وبتمنى لها ان هي يكون مجرد علاقتها كانت غلط واشوفها في علاقه احسن. هزعل ان هي ما بقتش معايا انا العلاقه دي، بس هفرح لان انا اول علاقتي بيها كنت عايز، كانت مكسوره، وانا كان هدفي ان انا اشوفها واقفه مكسوره على المستوى الشخصي، مش بتكلم في الشغل، اشوفها واقفه وسعيده بتضحك حاسه ان هي محبوبه وبتحب. هي خايفه تحب، ما شافتش الحب ده من حد، انا نفسي اشوفها بتحب الحب ده، بس بترجاها، اول مره اقولها بترجاها ما تسيبيش الوش ده من الافتراء، مش عشان خايف من الناس عمرهم ما فرقوا معايا، والله عمرهم ما فرقوا، بقولها على هو قدام الناس، عمرهم ما فرقوا معايا، مش عشان يبقى لي قيمتهم، انا بحب الناس جدا، عشان عارف ان رايهم فيا لا هيقدم ولا اخر قدام ربنا، لا هيحاسبني، بالعكس ده يمكن يكون بيسيب ميزان حسناتي. انا عشان بحب صورتها عايز افضل زي ما هي، عايز كل ما افتكرها اذكر حاجه، انا نسيت ضحكه شيرين، نسيتها، بحاول افتكرها مش فاكرها، انا عايز افتكرها، عايز افتكر اللي كنت بلمسها بنات. ده على سؤالي، الناس دايما بتسأل هو طيب حسام حبيب بيصرف منين وهو ما بيشتغلش؟ مش شغلهم، اكيد من فلوس شيرين. انا مش عايز اقول عيب، جمهور هيضطروا، اصل انا لو انا قلت دلوقتي انت تشوفي راجل مثلا محترم يقول اصل انا كده معايا فلوس فمش فارق معايا، الحقيقه انا ليه بعمل كل 8 سنين ده البوم؟ سؤال مشروع يا حسام. وبين ال8 سنين وال8 سنين اللي كنت بشتغل كنت بصرف منين؟ الناس بتصدق الاتهامات يا عشان انت ما دكتوره، بتشتغلش يا دكتوره حسام، عشان كده عايزاك تدافع. اسمعيني بس، بين ال8 سنين وال8 سنين اللي قبل 20 اللي بشتغلهم، بين كل ال8 سنين بعمل البوم كنت بصرف منين؟ هل لبسي زاد؟ معرفش. هل حاجه في اكلي زادت؟ انا بالعكس انا اتمرمطت. انا الحمد لله بقولها اهو، مش بقولها فخرا، ربنا انعم عليا ان انا قاعد في البيت بعرف اكل واشرب وانام، مش محتاج لحاجه. مش عيب على فكره، مش محتاج لحاجه، لا هو عيب، هو عيب ان انا اتكل على كده، بس هي الظروف حصلت كده، انا ببقى بقعد فتره ما بشتغلش، حصل ثوره وكنت مش طايق نفسي، مش عارف ايه، حصلت ظروف، بس الحمد لله في الفتره دي بيصرف عليا. طيب يا جماعه هو في ايه؟ هو انتوا شفتوني مثلا جاي مقطع؟ لا بكلم الناس، هل الناس شافتني جاي لابس مقطع وفجاه بقيت لابس؟ هل الناس حضرتك عارفين من كام سنه؟ الناس بتتهمك اتهام وانت بتنفيه. طب ممكن اسالك سؤال بقى؟ فبيقولوا لك طب لما شيرين مش بتصرف، انت مين بتصرف منين؟ طب ممكن استاذنك؟ انا بقول